ليش بكرة عطلة وبكل فرنسا؟ 11 نوفمبر الهدنة أو الأغمستيس. بعام 1918 اتفقوا الحلفاء يعني فرنسا بريطانيا وروسيا وأمريكا كلهم كانوا عم يحاربوا الإمبراطورية الألمانية، وهالشي بالحرب العالمية الأولى اتفقوا معها على هدنة يعني يوقفوا الحرب 36 يوم. الحرب اللي كبدت فرنسا والعالم خسائر مادية وبشرية لا تصدق. تخيلوا معي بعض المصادر بتحكي إنه فرنسا وحدها فقدت 1,400,000 قتيل من الجنود فقط، يعني بدون حساب المدنيين. أما الوفيات والإصابات بجميع الدول المشاركة فبتوصل لأكثر من 37 مليون. ما بننسى كمان المدن الكاملة اللي تدمرت، الشغل اللي توقف، الفقر اللي ازداد، الناس ما عاد فيها تاكل. الحرب كانت وحشية. الهدنة كانت 36 يوم وظلوا يجددوها لحد 8 أشهر. حتى وقعت الدول على معاهدة السلام في فيرساي، لو تختت فيرساي، وهالمعاهدة كانت أقصى من الحرب بحد ذاتها على الألمان، لأن أجبرتهم يعطوا منطقتي ألزاس ولوغين لفرنسا، وإنه الجنود الفرنسيين يضلوا على أراضيها، يعني شكل من السيطرة، وفوق هيك تدفع مبالغ ضخمة لفرنسا. بالنسبة لفرنسا رغم الخسائر الهدنة كانت حدث تاريخي وبيحتفلوا فيه لحد اليوم. أما الألمان فكانت هالمعاهدة إهانة كبيرة إلهم، وبيحكوا إنه ما كانت عادلة أبدا، وانتقموا بالنهاية من أجلها. بعد 20 سنة من الهدنة والسلام بالحرب العالمية الثانية، لما النازيين اجتاحوا فرنسا بأقل من شهرين، وكان التصريح الشهير لهتلر اللي بيقول لما فرنسا كانت عم تصنع العطور بباريس نحن كنا عم نجهز القنابل ببرلين.